رمضان كريم. ليالي رمضان عندنا ليها طعم ورونق تاني خالص غير أي حتة في العالم. عشان كده تلاقينا في رمضان دايما بعد الفطار بنظبط خروجات مع أصحابنا، مع أهلنا، لوحدينا حتى. إيه هي أهم الفسح في رمضان اللي بتبقى مختلفة عن باقي أوقات السنة؟ شارع المعز، الأثر التاريخي الإسلامي اللي حواليك في كل حتة بيخليك تعيش جو حلو قوي. أنوار وزينة وعروض تنورة وعازفين قانون وعود لايف، وانت قاعد بتشرب مشروبك المفضل، حاجة كده ترجعك في الزمن. وطبعا الحسين. نفطر ونطلع على هناك، روحانيات صلاة التراويح، وبعدها الفيشاوي وقعدته في جو رمضاني ساحر جدا. تتمشى في الخان وجماله وجمال ألوانه والزينة بتاعته في رمضان. يكون ميعاد السحور جه، ترجع تتسحر في مطعم من المطاعم الشعبية الأصيلة، ليلة ما بتتنسيش. أما دار الأوبرا، أيوة الأوبرا بتعمل برامج وسهرات رمضانية جميلة قوي، بيحيوا فيها التراث، وبتبقى ليلة من ليالي زمان. ساقية الصاوي من أجمل الأماكن اللي تقضوا فيها ليلة من ليالي رمضان. قاعدة على النيل وعروض فنية وسهرات رمضانية مع فنانين كتير، بيبقى جواها حلو قوي. ضرب 17-18 ده مكان زي الساقية كده في مصر القديمة، ممكن يبقى يوم رحلة لأنه قريب من مجمع الأديان. زوروا المجمع وافطروا في مصر القديمة وكملوا السهرة في الضرب مع الحفلات والتراث. الخيمة الرمضانية ودي بقت منتشرة قريب مننا في كل مكان، بس برنامج الخيمة بيكون مختلف. اتغيرت عن زمان شوية، بس الجو العام بيبقى هو. رمضان بيجمعنا والفسحة فيه ما بتتنسيش. تعرفوا أماكن تانية حلوة في رمضان؟